هالو. حلقة النهاردة مهمة جدا للناس اللي بره مصر وعايزين يتعلموا ألماني، وهنتكلم على الاوبورتونيتيز اللي ممكن تشوفها جوه مصر. ازاي تدرس ألماني كأونلاين أو كأوفلاين جوه مصر. سبيشالي ان احنا النهارده معانا دكتور خالد، ضيفنا هو من ليبيا النهارده. هيحكي لنا عن قصته وقصته مع الألماني وازاي وصل لليفل بيتس فاي واخد البي اينز جودة سيرتيفيكات برضه ازاي، وهيحكي لنا عن قصته كلها يشاركها معانا. نورني يا خالد. اهلا وسهلا. عامل ايه يا دكتور؟ أهلا ايه وسهلا. الاخبار؟ الحمد لله مية تمام. مية. بارك الله فيك. عرفنا بيك. خالد حمودة، طبيب اطفال من ليبيا. انا جيت لمصر من سنه تحديدا، تولي السنه في مصر من شهر 9 2023. بديت في اللغه الالمانيه في معهد جوتا من اتسفاي. انا كنت واخذ الاينس في ليبيا، اتسفاي في جوتا، بي اينس جوتا. بعدين انتقلت للام اي جي. جميل جدا. جيت للام اي جي. نورتنا يا خالد. اهلا وسهلا. طيب، اشمعنى جيت مصر؟ يعني برضو احكي لي عن الصعوبات اللي قابلتك. قرارات كنت ممكن تسافر من المانيا، من ليبيا على المانيا على طول، ولا كانت لازم تيجي مصر عشان تاخد الماني؟ يعني فهمني كده الستبس مشيت معاك ازاي، بحيث ان الناس مثلا كسوريا كليبيا اي مغترب كسودان، اي حد مغترب بره مصر يقدر يستفيد من خبرتك. والله احنا في ليبيا في الغالب بيطلعوا بالاتسفاي، اوكي. لان احنا ما عندناش معهد الماني في ليبيا، ما فيش جوتا في ليبيا. تمام. بس بحكم ان عندي عائله، ولو بنسافر بالاتسفاي حنسافر لوحدي، حناخذ مش اقل من سنه ونص الى سنتين في المانيا عشان نوصل للبيتس فاي، وحناخذ الفاخش بروفونج، فحتكون فتره طويله. فانا قررت اني نختصر الفتره هذه، اني نكمل للبيتس فاي. اوكي. في مصر بحكم ان ما فيش جوتا في ليبيا، فبس انت بتطلع بالاتسفاي وبتكمل الدوتش بتاعك بي اينس بيتس فاي يكملوا فيهم في المانيا. في المانيا. مم. بس انا قررت اني نكمل بي اينس بيتس فاي في مصر قبل المانيا. اوكي. يعني في مصر. يعني قصدك يعني اللي هو ككوست وايز يعني بالضبط. بحكم ان عندي عائله، اني نسافر بالعائله من البدايه فحتكون مكلفه جدا، وامر شبه مستحيل يعني. انت متخرج من كلية طب ليبيا؟ طب ليبيا. طيب، واشتغلت كدكتور في ليبيا؟ وبعدين اتفرغت للألماني ولا شغال لا، برضو؟ هي هنا كانت المعضله، اني كنت مع الشغل نحاول نقرا الماني. فكنت في دوامه. انا اخذت مرتين كورس الاينس. اونلاين ولا اوفلاين؟ لا اوفلاين. في ليبيا. في ليبيا. ناخذ الكورس وننقطع فتره، ننشغل بالشغل، مستشفى وعياده و فكنت في دوامه الى ان قررت اني نسافر، نسيب الشغل، نسيب كل شيء، نتفرغ للغه الالمانيه. اوكي. فانت قررت ان انت تاخد ستيب ان انت تتوقف يعني عن عمل. وقفت كل شيء من اجل انت تتعلم الماني بالضبط، علشان موضوع اللي تخلص البيتس فاي هنا، وان شاء الله ربنا يسهل وايه وتسافر على هناك. بالضبط. ليه فكرتش مثلا انت ممكن تاخد اونلاين من ليبيا؟ الاونلاين محتاج حد مركز هلبة، متفرغ هلبة. وانا قلت لك يعني في ليبيا ضغوط العمل، ضغوط العائله في البيت. بالضبط. صعب اني اخذ اونلاين. انا اوفلاين وما وفقتش اني ناخذه في ليبيا. ما قدرتش نوفق بين الشغل والدراسه. اوكي. فكان القرار وقف كل شيء وسافر لمصر. اوكي. طيب، سبت ليبيا وسافرت مصر، جيت على اسكندريه. جيت على اسكندريه. كان اسكندريه يعني احسن لك من القاهره؟ يعني تحب اسكندريه عن القاهره؟ هل بنصحوني بالاسكندريه؟ جوها كويس. القاهره كلهم يقولوا لي زحمه دلوقتي اسكندريه بقت ازحم والله. في الصيف كانت ازحم والله. وهل نصحوني جوتا اسكندريه. جوتا اسكندريه كويس ومستوى ممتاز، بس المشكله كانت في طول المده. قلت اسكندريه الرتم بتاعهم بطيء جدا. سبب لي مشكله والى حد ما انا نادم اني اخذت جوتا، مش لشيء، لبطء الرتم بتاعهم. بطيئين جدا. بين الكورس والكورس
كنا ناخذ 15 20 يوم. واول ما وصلت مصر ضروري نعمل امتحان تحديد المستوى، بعدين نسجل في الاتسفاي ما حصلتش الانتنسيف كورس، فاضطريت ناخذ اكستنسيف كورس، فاخذ مني تقريبا الاتسفاي لوحده فحرق وقت جامد يعني. حرق وقت جدا. اتسفاي اخذ مني 5 شهور جدا جدا. فكملت الاتسفاي البي اينس الحمد لله. حصلت الانتنسيف. بعد البي اينس خلاص قررت اني نشوف مكان تاني. اوكي، نورتنا يا خالد. دلوقتي ازاي تقدر تقدم على شغل كدكتور هنا في مصر، تدرس الماني في مصر بره مصر، وانت لازم تطلع تعمل امتحان الاول، ولا ايه الستبس اللي جايه يعني؟ نكمل البيتس فاي هنا. اوكي، ناخذ امتحان بيتس فاي سواء جوتا اس دي تيلك، هذه الامتحانات المعترف بها غادي. اقدم على البشايد واسافر امتحن امتحان اللغه الطبيه، ما يسمى باللغه الطبيه اللي في سبي، وبعدين العمل متاح. اوكي. طيب في مصر هنا في الاوبورتونيتيز انك تشتغل كطبيب، ولا لا انا ما حاولتش. هو هالبنات قالوا لي ليش ما تشتغلش؟ موضوع سهل وبسيط يعني، ومتاح بكثره، خاصه كطبيب اطفال. الكل قالوا لي طبيب اطفال متاح بكثره. ده سؤال لينا، واكيد الناس برضو بتستفسر بالضبط. متاح بكثره، بس انا هارب من ليبيا من الشغل. تيجي على شغل. القرار كان اني ما نبيش نشتغل، تفرغ للدراسه فقط. اوكي. طيب اي حد مثلا من بره مصر، مثلا كليبيا، كسوريا، كالسودان، اي حد من اخواتنا يعني، تقدر تنصحه بايه ان هو موضوع الالماني بالذات، موضوع تعليم الالماني؟ قرر انت وين تبي تمشي. قرر انت شنو تبي تاخذ. خلاص قررت الماني، المفروض ما تفوتش سنه. اللغه الالمانيه مش محتاجه اكثر من سنه عشان تتعلم، عشان توصل البيتس فاي. خذت قرار انك تسافر المانيا، المفروض تلتزم وتفرغ وقتك للشيء هذا. طيب بالنسبه لاخواتنا كسوريا، كفي لبنان، كفي ليبيا، كفي لبنان، كسودان، هل سفر لالمانيا بيكون اسهل من مثلا بلد زي مصر مثلا، ولا بيكون اصعب، ولا ايه الموضوع؟ ايه المقياس يعني؟ انا احكي لك على ليبيا. اوكي. ليبيا اسهل بحكم ان احنا بنسافر بالاتسفاي. الاتسفاي في مصر اعتقد مش متاح. بيتس فاي في مصر ضروري يكون عندك بيتس فاي، بس احنا في ليبيا بالاتسفاي نسافر. اوكي. فالموضوع كاللغه فقط بيكون اسهل. بالضبط. كتقديم على جامعات مثلا، لو عندك خبره في موضوع كانك عايز تعمل ماستر، عايز تعمل دكتوراه. لا، بالنسبه للتقديم على جامعات او شيء ما عنديش شريك الخبره الكبيره. أوكي. بس كشغل كطبيب موضوع اعتقد واضح وسهل، وهذا الشيء اللي خلاني نختار الالماني يعني. كان بالنسبه لي كان واضح يعني. هي موضوع اللغه الطبيه، وتشتغل تنطلق في المجال. طيب في صعوبات واجهتك هنا في مصر في العيشه، في انك يعني جاي بعيلتك عشان تدرس الماني فقط؟ برضو الموضوع مش سهل يعني، انك ستوب وقف شغلك وتيجي على بلد تانية، ناس تانية، عيشه تانية، لا فقط انك تدرس الماني. موضوع ناس تانية وبلد تانية وعيشه تانية ما حسيتهاش ابدا، والله العظيم ابدا يعني. وكأن الواحد عايش في بلاده، بس هي بصراحه يعني والله العظيم. بس المشكله في من شخص كل الاسبوع شغل يجي مصر طول اليوم. يا اما دراسه يا اما الكورس 3-4 ساعات، او في البيت دراسه. فشويه كان صعب يعني. بس تعودت يعني، اخذت اكيد الواحد بيتعود. ما هو يعني لازم ديديكيشن الموضوع. انت عندك هدف بالضبط، هي هذه. فانت هدفك خلاص هتسعى وراه يعني، whatever ايه اللي هيكلف بالضبط. انت
تسعى وراه بجد. موضوع ان الفاميلي او العيله مؤيده ده بجد موضوع يعني تستاهل عليه الشكر جدا يعني، او تستاهل لو ما كانش فيه دعم من العيله، لو ما كانش فيه موافقه او سبورت من العيله، صعب ان الواحد ياخذ القرار هذا. حقيقي حقيقي. طيب دلوقتي ان شاء الله اللي جاي ناوي تخش امتحان بعد ما خلص البي اينز الحمد لله، ناوي تخش البيتس فاي ان شاء الله ان الفتره شاء الجايه. الله باذن الله. طيب بعد البيتس فاي ايه اللي هيتم؟ بعد البيتس فاي ان شاء الله حنرجع ليبيا. ترجع تاني ليبيا مش بالضبط. هتطلع من مصر؟ لا طب في امكانيه انك تطلع من مصر ولا الموضوع بيبقى صعب؟ موضوع ترجمة الورق وتجهيز الأوراق والإجراءات ليبيا. يعني حنرجع ليبيا. حنقدم على البشايد وربنا يكرمنا ان شاء الله نسافر. لا ان شاء الله ربنا يكرم خالد. رب. فان شاء الله ترجع ليبيا ومن ليبيا ان شاء الله ترجع المانيا ان شاء الله. طيب مثلا لو عندك مثلا اصدقائك في ليبيا مثلا عايز تنصحهم نصيحه مثلا عن موضوع دراسه الالماني، هل ممكن ترشح لهم موضوع مثلا اونلاين ولا؟ لو الشخص عنده القابليه، عنده القدره على الدراسه اونلاين، فالشيء هذا حيختصر عليه مجهود، وحيختصر عليه فلوس، وحيختصر عليه تقريبا 70 او 80% من المجهود اللي انا بذلته. ممكن يجي عشان الامتحان فقط يعني ممكن يجي صد رد عشان بالضبط يجي امتحان فقط 15 يوم امتحان وسياحه، ياخذ 15 يوم سياحه ويروح. بالضبط. بس انا مشكلتي ان من الناس اللي صعب اني انك تسرح الاطفال في الشغل في البيت في المحاضره، وان شاء الله وان شاء الله نصحصح ان شاء الله يا خالد. خالد من الناس المكافحه، من الناس اللي بجد يعني خد قرار يغير حياته، ولهذا السبب يعني هو معانا النهارده هنا عشان يشارك معاكم خبرته في ازاي هو خد القرار ان هو يوقف حياته كدكتور، وان هو يجي لبلد في مصر هنا ويتعلم ألماني. فدي رسالة لأي حد حابب ان هو يسافر ألمانيا او ياخد الخطوة. ابدأ ان انت تاخد كورس، ابدأ في خطوة، حتى لو تاخد اونلاين هتاخد اوفلاين، لازم تبدأ. وده اللي استفدنا منه النهارده من مقابله مع خالد. شكرا لذوقك، شرفتنا النهارده بجد نورتنا، وان شاء الله توصل للي انت عايزه في رحلتك في المانيا. يا رب. شكرا يا خالد ليك، بارك الله فيك. نورتنا. تشيس.